بصي بقى يا ست البنات، اطبخ في المصيف واغسل غسيل في المصيف وامسح شقق واعمل كل حاجه الا غسيل المواعين، انا بهرب منه في المصيف. فبالتالي بجيب بقى ايه؟ الشوك والمعالق اللي هي الاستخدام الواحد والرمي على طول. حتى الاطباق في المصيف استخدام واحد وتترمي على طول، هو كده لازم. مع بفتك بقى طريقه ليلى النجار اللي معاها هتتعب ولا تحتار في حته تانيه. بصوا بقى مع فيو البحر بالليل كده، الله 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 الله. والنهارده بقى يا بنات تالت يوم في المصيف بتاعنا، ايوه تالت يوم في مرسى مطروح. ونور واخدانا النهارده ايه يا حاجه تودونا فين؟ النهارده رايحين شاطئ كده جوه البلد، رايحين رومل، اي شاطئ من شواطئ رومل يعني. ماشي. عايزين حاجه قريبه لان احنا نازلين متاخرين قوي، الساعه دلوقتي 3 وشويه، فمش هينفع بقى نطلع اي شواطئ خارجيه بره البلد. كده داخلين اهو. ده كده كوبري رومل. تعالوا كده بقى حبايب قلبي، وصلنا عند رومل او شواطئ رومل. وبصوا بقى شواطئ رومل دي تلاقي شواطئ كتير 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 كده طول ما انت ماشيه بعد كوبري رومل على طول. ميتها حلوه للناس اللي معاها اطفال، امنه جدا 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 لكل الناس اللي معاها اطفال، لان ده بحر مقفول، مش البحر المفتوح ده اللي جوه البلد. وتعالوا بقى ندخل. ايوه انا التوم ورايا والبصل ورايا والمطبخ ورايا. ربنا يا رب يخلينا لاولادنا وما يتحرموش مننا ولا نتحرم منهم. سعاده قلبنا كله لما بتبقي واقفه بتعملي لاولادك الاكل، اذا كان في مصيف او في غير مصيف. انا من الناس اللي بعشق ان انا اعمل لقمه حلوه لاولادي، بحب اقف لاولادي، بحب اعمل كل حاجه لاولادي. بس وفي اليوم ده بقى كده عملنا الراعي الرسمي لكل المصايف. وايه هو الراعي الرسمي لكل المصايف؟ المكرونه. بس النهارده مش هنعمل جنبها بانيه يا بنات، لا هنعمل جنبها حاجه تانية. حطيت كده الطومه، شوحتها بقرن فلفل سبايسي، وكان سبايسي على الاخر ما اقولكوش بقى، كله استوت بالسبايسي بتاعه. ونزلت عليهم كده بمعلقتين معجون طماطم وبشويه طماطم فريش، وسبتهم كده ياخدوا يدوا بشكل ودي مع بعض. وبعد كده اديتها شويه سكر معادله حموضه الطماطم وشويه ملح وشويه فلفل اسود. ده كل اللي بحطه للمكرونه بتاعتي يا بنات، بتبقى حلوه قوي قوي. تعالوا بقى نحضر كده حبايتين من البيض، وكمان عليهم رشه فلفل اسود وشويه ملح علشان زفاره البيض، وكمان عشان يعادلوا طعمه ويدوا له طعم حلو. وكمان هنحط هنا بقسماط. ليه بقى هنعمل بفتيك يا بنات عشان محدش يقول حاجه. وبصوا بقى البفتيك ده كنت قطعته معاكم في فيديو من تحضيرات حاجه مطروح، قطعته معاكم كان وش الفخده وقطعتها قصادكم. في ناس بتشتكي لي دايما ان البفتيك معاها لما بيدخل طاسه الزيت بيتلوى كده وبيقفش في بعضه وبيتني لفوق او لتحت كده ويبقى مكرمش. ده يا بنات مش عيب اللحمه، ده مش عيب اللحمه يا ست البنات، ده عيب الجزار. بصوا حبايبي، في جزاره فرنجي وفي جزار بلدي. ايوه يعني في جزار تاخدي منه حته اللحمه اللي تطبخيها وتسلقيها وتحمريها وتبقى بصي عسل وسكر سكر سكر. بس في جزار تاني بيعرف بقى يقطع البفتيك لانه جزاره فرنجي، يقطع بقى الاسكالوب، يقطع لك البفتيك، يقطع لك كمان الكوستليتا، كل الحاجات الحلوه بتاعتنا دي. فصدقني هي بتفرق في في تقطيع البفتيك. في جزار بيعرف يقطعه وفي جزار لا. دي خديها مني دايما نصيحه. بصي بقى البفتيك بتاعي مفروض ازاي. وسلام عليكم.